بنات واحد المسار كامل مبني على القتل. طيلة 20 سنة تقريبا دخلت في حياة كتير من الرجال، تزوجت أكثر من 37 مرة. الليل كيخبي بزاف ديال الحكايات، حكايات على ناس عاشوا بيناتنا بملامح عادية، ولكن وراهم أسرار كتخوف وتخليك تفكر 1000 مرة في الشخص اللي ممكن تدير فيه الثقة. واش عمرك حسيتي بشي حد قريب ليك بزاف كيضحك معاك، كيقسم معاك حياتك وكيبان لك ملاك، ولكن في الحقيقة مبيت لك الشر؟ الزمن كيدوز والناس كيتبدلوا، ولكن الشر عمره ما كيتخبى ديما. كيجي نهار وكتبان الحقيقة، خصوصا إلا كانت الجريمة إزهاق روح، والروح عزيز عند الله سبحانه وتعالى. اليوم غادي نفتح معاكم واحد الملف غامض ثقيل، واللي خلى الرأي العام كامل في حالة صدمة. قصة غريبة كتخليك ما تعرفش واش تصدق العاطفة ولا تشك في القلب اللي كيعطيك الحنان والطمأنينة. وغادي نطرح عليكم سؤال من الأول: شنو الأخطر؟ عدو كتشوفه بعينيك، ولا شخص كينعس حداك وكتحس معاه بالأمان وهو اللي غتجي منه الدقة؟ كلثوم أكابري، مرة من مدينة ساري في شمال إيران. الحياة ديالها من الظاهر عادية، ماشي مشهورة، ماشي معروفة، ولكن كانت كلها أسرار. ما كنعرفوش بزاف على طفولتها حيث الإعلام ما عطاش تفاصيل دقيقة، لكن اللي معروف عليها أنها كانت كتبان مؤمنة بشوشة وكتلبس اللباس التقليدي المحتشم، بحال أي امرأة إيرانية محافظة. اللي كان مختلف هو العقلية ديالها، كانت كتشوف في الزواج طريق باش تحقق الطموحات ديالها، ماشي حب، ماشي عاطفة، ولكن مشروع فيه فلوس، إرث وأراضي. كلثوم ما كانتش كتشوف في الراجل شريك حياتها، كانت كتشوفه فرصة. كتختار ديما رجال مسنين ميسوري الحال، عندهم فلوس وأملاك. كانت كتقرب لهم بكل حنان ومحبة، وكتبين لهم أنها من النوع اللي كتفني حياتها في خدمة الراجل، وكتعطيهم إحساس أنهم لقوا الزوجة اللي يتمناها أي واحد. ولكن في داخلها كانت عندها خطة أخرى: الزواج السريع، الصبر القليل، ثم الموت الغامض اللي كيجي بلا ما يشك لا أفراد أسرتها ولا الكادر الطبي. أول ضحية ديال كلثوم أكابري كان زوجها اللي تزوجته على أساس حياة هانية ومستقرة، لكن هذا الزواج ما طولش بزاف، حيث من بعد مدة قصيرة الراجل بدا كيعاني من مشاكل صحية مفاجئة. كلثوم كانت كتبان في صورة الزوجة الحنونة اللي كتسهر على دواه وكتوقف معاه في مرضه، ولكن في الواقع هي اللي كانت كتحط السم بشوية بشوية في المشروبات ديالو عن طريق أدوية ديال مرضى السكري والضغط. وباش ما يبانش كلشي مفاجئ، كانت كتزيد الجرعة تدريجيا، والأطباء كانت كتبان لهم الحالة عادية بالنسبة لراجل كبير في السن ومريض. لهذا الوفاة ما شك فيها حتى واحد. وفي جريمة من الجرائم الأولى استعملت كلثوم خليط ديال الكحول الصناعي، ومن بعد ما نعس الزوج تمادات وخنقات الضحية بالوسادة حتى فارق الحياة. ومن بعد الوفاة ورثت أرض كبيرة شجعتها تكمل في جرائمها. من هنا بدأت سلسلة جرائم كلثوم، زواج ورا الثاني، والسيناريو دائما كيعاود نفسه: زوج مسن، أعراض مرضية غامضة، زوجة كدير المستحيل باش تبان واقفة معاه، وفي الأخير موت طبيعي كيخلي الطريق مفتوح لورثة جديدة. من بعد البداية ماشي غير جريمة ولا جوج، كلثوم بنات واحد المسار كامل مبني على القتل. طيلة 20 سنة تقريبا دخلت في حياة كتير من الرجال، تزوجت أكثر من 37 مرة، 18 زواج متعة قصير الأمد و19 زواج دائم. النتيجة نفس السيناريو كيتعاود، كل راجل كيدخل لحياتها كيخرج منها جثة هامدة. تحقيقات تبتات 11 جريمة بطرق واضحة، ولكن الوفيات اللي تابعين لها كيوصلوا لأكثر من 20 ويمكن حتى أكثر. السيدة تفننات في القتل، ولات خبرة وعندها خطة محكمة، كتحرص تعرف الوضعية المالية الزوج قبل الزواج، كتختار ضحايا مسنين، بعض المرات حتى 80، كتخلي علاقتها تبان طبيعية قدام الناس، زيارات عائلية، اهتمام ظاهر، صورة الزوجة المخلصة. واللي خطير بزاف أنها ما كانتش كتقتل بسرعة،
كانت كتستعمل أسلوب تسميم تدريجي حتى يبان الزوج مريض بمرض مزمن كأنه ضعف طبيعي ديال العمر. وباش تكمل التمويه كانت كتمشي به للمستشفى في آخر لحظاته، كتحاول تبان حريصة على حياته. الأطباء كيحاولوا يعالجوه لكن ما عارفينش أن السم باقي كيتسرب للجسم ديالو. سنين طويلة هاد السيناريو كيتعاود عشرات المرات، وكل مرة كيكون عندها ربح كيقويها أكتر: ميراث، أرض، فلوس، ووضعية اجتماعية أعمق. هادشي خلاها الأرملة السوداء اللي كتجذب الرجال مسنين لفخ مميت، وكل مرة كتخرج نظيفة بلا ما تخلي أي دليل أو آثار. في نصف سنة 2023 الخطة بدات كتبان الملامح ديالها. كان عندها زوج مسن اسمه غلام رضا باباي. قبل ما يموت بدا كيعبر الإخوان وأقاربه على الريبة في تصرفات مراته، قال لهم باللي كاين شي حاجة ماشي طبيعية في هاد السيدة، وعبر لهم على خوفه من تصرفاتها الغريبة. مباشرة من بعد وفاته خوه ما سكتش، مشى وقدم بلاغ رسمي للشرطة وقال لهم بلي خصهم يفتحوا تحقيق في هاد الوفاة اللي كتبان مشبوهة. السلطات في الأول ما خداوش الأمر بجدية كبيرة، حيت كان باين موت طبيعي ديال راجل كبير في السن. لكن مع الضغط ديال العائلة تحلات القضية، وهنا بدات المفاجآت كتنكشف. السجلات بينت أن كلثوم كانت متزوجة عدد كبير من الرجال قبل هذا الراجل. كاع الأزواج اللي دازوا في حياتها كلهم توفاو، والوفيات كلها مرتبطة بظروف غامضة: مرض مفاجئ، ضعف جسدي، تسمم ما تبانش علاماته بسرعة. الشرطة بدات تربط الخيوط. واش ممكن هاد المرأة تكون وراء سلسلة وفيات كاملة؟ الفرضية اللي كانت مجرد شك ولات احتمال قوي، ومن ثم بدات المتابعة الدقيقة: تحقيقات معمقة، إعادة فتح ملفات قديمة، وتشريح بعض الجثث. هاد اللحظة كانت نقطة التحول، من مجرد أرملة كتعيش الحزن الظاهري على فقدان أزواجها إلى مشتبه فيها رئيسية في جرائم قتل متسلسلة. من بعد التحقيقات المكثفة والربط بين عشرات الوفيات، الشرطة ألقت القبض على كلثوم أكابري في شتنبر 2023. الزوج الأخير كان رجل تمانيني مات بنفس السيناريو القديم، لكن هاد المرة كل شي تبدل. تحقيقات وقفت على تفاصيل دقيقة وما بقاتش مجرد شكوك. دخلت كلثوم المحكمة وهي مرفوعة الرأس، بحال وحدة مازال كتحاول تبان بريئة. في الجلسة الأولى نكرات كل شيء، قالت باللي ما قتلت حتى واحد، وأن أزواجها ماتوا موت طبيعي. لكن النيابة كانت محضرة أوراق قوية: ملفات طبية مشبوهة، شهادات العائلات، وأخطر دليل عرض المحكمة المقطع فيديو اللي قامت فيه بإعادة تمثيل الجريمة. هنا وقدام هاد الأدلة القوية انهارت، واعترفت بأن اعترافاتها السابقة كانت صحيحة، واعترفت كذلك بقتل 11 رجل. لكنها حاولت تخفف من خطورة الجرائم بواحد الجملة اللي قالت فيها باللي لو كنت عارفة غادي يوصل الأمر لهنا ما كنتش غادي ندير هاد الشي. القاضي ما اقتنعش، وأولياء الدم ما قبلوش بكلامها. واحد من أقارب الضحايا رد عليها بغضب وقال لها باللي الطريقة اللي خططتي بها لكل جريمة كتبين أنك ماشي مريضة، كتبين أنك واعية بكل خطوة درتي. المحامي ديالها طالب بفحص نفسي، قال يمكن تكون مضطربة عقليا، لكن النيابة العامة كانت واضحة: الأدوية اللي كانت كتستعملها مختارة بعناية، الجرعات محسوبة بدقة، والخطة متكررة عشرات المرات. هادشي ماشي جنون، هادي جريمة مدروسة. الجلسة كانت مشحونة، عائلة 4 ضحايا حضروا وطلبوا من المحكمة تنفذ حكم القصاص، وعائلات أخرى غادي يجي دورهم في الجلسات اللي جاية. عدد المشتكين وصل لأكثر من 45 شخص: أولياء دم، ورثة، وأقارب، كلهم كيطالبوا بالعدالة. أما كلثوم بقات جالسة وسط القاعة بين الإنكار والاعتراف، بين صورة الزوجة المثالية ووجه الأرملة السوداء اللي صدمت إيران كاملة. المحاكمة ما كانتش مجرد ملف جنائي، كانت صدمة وطنية. قضية كلثوم أكابري تسربت للصحافة، ومن ثم انتشر الخبر في كل بيت إيراني.
كيفاش مرة قدرت تتزوج أكتر من 30 مرة وتحول الزواج لقناع باش تنفذ أبشع سلسلة جرائم. الرأي العام تقسم، ناس شافوها مجرمة محترفة استغلت ثغرات القانون والعادات وخططت بدقة لكل خطوة، وناس اخرين قالوا خاص يتعاملوا معاها كحالة مرضية يمكن عقلها ماشي سليم. لكن صوت العائلات كان أقوى، عشرات الناس، ورثة، أولياء دم، كلهم كيطالبوا بالعدالة، ماشي غير على ود الأموال اللي ضاعت، ولكن على ود الكرامة ديال الضحايا اللي مشاو واحد ورا التاني بلا ما يقدر حتى واحد يشك في الأول. في جلسة من الجلسات واحد من أقارب الضحايا قال بصوت مرتعش: ما بغيناش الإعلام يدير منا قصة للتسلية، راه هادشي ماشي فيلم، هادشي حياتنا اللي تدمرات. المطالبات بالقصص ارتفعت والملف تحول لقضية رأي عام. المجتمع الإيراني بدا يناقش واش الزواج المؤقت والدائم كيف ما مطبقينه كيخلي ثغرات ممكنة للاستغلال، واش خاص إعادة النظر في طرق التحقق من حالات الوفاة الطبيعية خصوصا عند المسنين، وكيفاش مرة وحدة قدرت تخدع عائلات، أطباء، وحتى رجال قانون لمدة تقارب 20 سنة. النيابة العامة كانت واضحة، هادي ماشي مجرد جريمة عابرة، هادي سلسلة اغتيالات منظمة. وكلثوم أكابري الأرملة السوداء بقات واجهة لها والصدمة اللي عايشها المجتمع. قصتنا اليوم اللي بطلتها كلثوم أكابري واللي تلقوا عليها لقب أخطر زوجة في التاريخ ماشي غير قصة جريمة، هادي قصة عقل غامض ووجه من وجوه القتلة المتسلسلين اللي كيبقوا دائما يثيروا الرعب والفضول في نفس الوقت. العالم عرف بزاف بحالها، رجال ونساء تحولوا الوحوش في قناع بشر، ناس عاديين في الظاهر، جيران، أصدقاء، أزواج، ولكن في الأعماق بركان من الظلام كيغلي بلا ما يبان. القاتل المتسلسل غالبا ما كيكونش صدفة، كاين شي حاجة في الماضي، إما طفولة فيها قسوة، حرمان من الحنان، خيانة، ولا ربما في حالة كلثوم ما كان حتى ماضي أسود، غير طمع، جشع، ولذة شيطانية بالسيطرة على المصير ديال الآخرين. اللي كيخلي القتلة المتسلسلين خطيرين هو البرود، ماشي كيقتلوا من غضب، ولكن كيتلذذوا بالتخطيط، بالسيطرة، وبمشاهدة الضحية كتمشي ببطء نحو الموت بلا ما تعرف السبب. وهذا بالضبط اللي دارته كلثوم، تدريج، دس السم، ابتسامة مزيفة، حتى الموت كيجي طبيعي في عيون الناس. في نظركم واش كانت غير نصابة بارعة، زوجة وهمية كتستغل الزواج كجسر للفلوس والميراث، ولا كانت مريضة نفسيا عديمة الشعور كتعيش متعة خاصة في مشاهدة الحياة كتنطفئ من قدامها؟ الجواب ما غاديش يكون سهل، يمكن حتى هي ما عارفاش الدوافع ديالها، لكن اللي مؤكد هو أن الجرائم ديالها فضحت بزاف ديال الثغرات، ثغرات قانونية في الزواج والوراثة، ثغرات طبية في التشخيص، وثغرات اجتماعية في الثقة العمياء اللي ممكن الإنسان يعطيها لشخص قريب منه. وفي الأخير كلثوم أكابري ماشي مجرد اسم عابر في ملف جنائي، هي إنذار على أن الشر ممكن يتخبى في وجه مألوف، في ابتسامة حنونة، أو حتى في مرة كتواعد بالحب، الأمان والثقة. إما الحقيقة اللي كتبقى قاسية في بعض الحالات في مجتمعنا، أحيانا أقرب الناس لينا ممكن يكونوا أخطر تهديد لحياتنا. كنت معاكم أنا مويرة في قصة القاتلة المتسلسلة كلثوم. إلى عجبكم المحتوى تابعوني وصلكم كل جديد، نشوفكم في قصة جديدة وجرح جديد.